السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير العطر أو البرفان في المنام. العطر في المنام من المنامات الجميلة اللي بتحمل بشرة لمن رآها، كما أنه يدل في المنام على السمعة الطيبة والكلام الطيب والأخبار السعيدة، وذلك بيحدد طبعا عن طريق صياغة المنام. فإذا شفت في المنام إنك بتعطر مكان به أشخاص بتعرفهم، أو وجود أشخاص أو تجمع كبير، ورأيت نفسك إن أنت بتضع العطر في المكان ده وبيتناثر على الناس أو بينتشر وسط الناس، فده بيدل إنك محبوب في وسط الناس دي، أو ليك مكانة خاصة في وسط الأشخاص اللي أنت شايفهم في المنام، وخاصة إذا كان الأشخاص دي كلها معروفة ليك، أو أصدقاء أو أقارب أو من الأهل، والله أعلى وأعلم. كما ان هناك رمز اخر، وهو انك تشوف نفسك في المنام انك بتشم رائحة عطر في المنزل او برفان، ده بيبقى دليل على سمعة اهل البيت الطيبة. اما اذا شفت او شاف الشخص في منامه ان هو بيستخدم العطر، فده بيبقى دليل على انه ستصله اخبار سعيدة يفرح بها. لو كان بيرش من العطر اللي هو قدامه، او هو مسك عطر وبدأ يغرق بيه نفسه او يرش منه، فده بيدل على اخبار سعيدة هو مستنظرها وهتجيله، والله اعلى واعلم. كما أيضا من رموز تفسير العطر في المنام إن يكون صاحب الرؤية له علم، والعلم ده دليل على العطر في المنام، إن يرى إن في أشخاص بتستخدم عطور من عنده، فده بيدل على إن لديه علم ينفقه على الناس، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأيت نفسك في المنام إن في شخص والشخص ده معلوم ليك وهو بيضع لك العطر، فده دليل على محبته ليك وحسن تعامله معك، والله أعلى وأعلم. وقد تأتي إزازة العطر في المنام بشكل آخر للشاب الأعزب، فإذا رآها الشاب الأعزب فيستبشر بها خير، لأنها بتدل إنه سيتزوج من امرأة ذو سمعة طيبة وأخلاق حميدة بإذن الله، والله أعلى وأعلم. وإذا رأيت إنك بتقوم بتنظيف مكانك وبتضع العطر أو المعطر في المكان، فده بيدل على زيادة الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. نيجي بقى للعطر في منام المرأة الحامل، فهي عادة بيكون بشرى ليها ببنت، إن الله سيرزقها ببنت في حملها، والله أعلى وأعلم. وبكده نكون قدرنا نشرح بعض رموز العطر في المنام على حسب ما بتأتي في صياغة المنام لكل رائي وحالته الاجتماعية. في رؤية جاتني من بنت بتقول إنها شافت إنها بتفتح دولاب في بيتهم، والدولاب ده فيه صف مرصوص عليه عطور قديمة وجديدة، فهي بدأت تركن العطور القديمة وتظهر العطور الجديدة، وبدأ يدخل ناس غريبة بترش من البرفانات دي او من العطور دي، وبتقولي الرؤية انتهت على كده. قلت لها انت ليكي مشروع او عمل؟ قالت لي اه. قلت لها سبحان الله، انت سوف ترزقي بسمعة طيبة في هذا المشروع، واذا كنت لسه بتبدأيه فده بشرى ليكي بالخير. فهي استبشرت بالمنام وقالت لي فعلا انا في بداية مشروع ليا او شغل ليا. وبكده نكون خلصنا تفسير العطر في المنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.